السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم ايمان عبد الله وقناة منتهى الطبخ. يلا هنعمل مع بعض النهاردة مخلل الكرنب والجزر. احلى كرنب تكليف، هو طبعا معروف ان هو كرنب الشتاء، فيلا هنخلله مع بعض. بس قبل ما نبدأ انزلي اعملي لايك وسبسكرايب لو لسه مش مشتركة معايا، وفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد مننا اول باول. يلا علشان نبدأ في الخطوات بتاعتنا. اول حاجة معايا هنا ربع كيلو من الشطة، هنكون غسلينها ومنشفينها كويس جدا. هنقطعها اي تقطيع، ننزل بها في الكبة، وعليها 3 معالق كبار من الملح. هنروح على الكبة بتاعتنا بقى ونخلطها. عايزينها بقى تتحول لمعجون. الملح هنا هيساعد ان الشطة بتاعتنا تتفرم ناعم. هنزل بيها في بولة بقى كده على جنب. ده كده بيكون شكلها. اهم حاجه يا جماعه وانتوا بتتعاملوا مع الشطه تكونوا لابسين جلافزات في ايديكوا، او بتتعاملوا بمعلقه من بعيد، لان يعني الشطه بتبقى حاميه جدا وهتبهدل لكم ايديكوا وتحرقكوا جامد يعني. معايا هنا كرنبايه مغسوله كويس ومتقطعه كده تقطيعه كبيره، لا هي كبيره ولا صغيره. حاولي ما تصغريش في التقطيع قوي علشان ايه ما تتهريش منك في التخليط. هننزل عليها بقى بالشطه بتاعتنا كده ونقعد نفركها كده ونقلب، نحاول نوزع الشطة بتاعتنا على الكرنب كله بالشكل ده. دي كده الكمية كلها. هنركنها بقى على جنب لمدة 3 أو 4 ساعات، أو ممكن ليلة كاملة لو هتعملها من بالليل. انزل على الجزر كده بعد ما قطعته على الوش كده وهنسيبه هنا. بعد ما عدى عليها ليلة كاملة هنبص نلاقيها نزلت مية كده من تحت. هو ده بقى الشرش اللي احنا هنخلل فيه. هنزود له طبعا بتاع ميه بملح. هنجيب بقى البرطمان بتاعنا اللي هنخلل فيه يكون مغسول كويس ومتعقم. هننزل بالكرنب بتاعنا والجزر كده. في خطوه هنا ممكن تعملوها، ان انتوا تفصلوا الجزر عن الكرنب. يعني تنزلوا بالجزر الاول في البرطمان من تحت لحد ما تخلصوا كميه الجزر كلها، وبعدين تنزلوا عليه بالكرنب من فوق، لان الكرنب بيتخلل اسرع من الجزر. فتقدروا بقى يعني ايه بعد اسبوع ولا حاجه تبداوا تاكلوا في الكرنب عادي، على ما يكون الجزر اتخلل تكونوا وصلتوا له. انزل بقى بالكميه كلها، وحاولوا تضغطوا كده بس مش جامد علشان الميه بتاعتنا واحنا بننزلها توصل لكل قطع الكرنب. هنجيب بقى الميه اللي نزلت من الكرنب لما بيتنا ليله في الشطه والملح. هنضيفها اول حاجه على المخلل بتاعنا. بعد كده هنعمل بقى محلول ملح كده نزود بيه. معايا كوبايتين من الميه، عليهم معلقتين كبار من الملح، وحوالي نص كوبايه من الخل. الخل هنا بكميه اختياريه، يعني ممكن تضيفي من ربع كوبايه لنص كوبايه زي ما تحبي، يعني على حسب درجه اللزوعه اللي انت بتحبيها. وهنضيف عليها اخر حاجه معلقه كبيره من السكر، ونضيف كل الكلام ده مع بعض. هنفضل بقى نقلب كده لحد ما يدوب كويس، مش عايزين اي حاجه تكون لسه متبقيه. هنضيفها بقى للمخلل بتاعنا، ولو الكميه اللي احنا عملناها ما كفتش هنعمل محلول ملح تاني. اهم حاجه نكون مغطيين الكرنب كله من فوق، ونهز كده البرطمان بحيث نطلع اي فقاعات هواء في الجنب او بين قطع الكرنب. ده كده شكل البرطمان بتاعنا بعد ما قفلناه. هنسيبه بقى لمدة من اسبوع لاسبوعين. يعني الكرنب تقدروا تاكلوا منه بعد 3 أو 4 ايام بالكتير. انما مخلل الجزر بيقعد على الاقل 10 ايام عشان تبدأ تاكلي منه. يلا نشوف شكل المخلل بتاعنا بعد اسبوعين. ده شكله كده في الطبق، وهندوق طبعا مع بعض ونسمع القرمشة. بس قبل بقى ما ننهي الفيديو بتاعنا، انزلي اعملي لايك وسبسكرايب لو لسه مش مشتركة معايا، وفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد مننا اول باول، وسيبي كومنت حلو علشان اتشجع واستمر معاكم.
هنا كده سمين القرمشة طالع مقرمش وجميل، يعني لا مار ولا عطب ولا عمل. الميه بتاعته كانت طالعه نظيفه جدا. اهم حاجه نقطه تعقيم البرطمان ديت اللي هتحافظ على المخلل معاكي. وده كده مخلل الكرنب برضو طالع مقرمش وجميل، استوى وفي نفس الوقت مقرمش. وبكده اكون وصلت لنهايه الفيديو معاكم. كل اللي وصل معايا للنقطه دي حابه اشكره، بحبكم.